مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ شيماء. مرحبا بكم في فيديو جديده بعد طول غياب. اسمحوا لي بزاف بزاف طولت عليكم. شاك فوا نجي نقول لكم ما نزيدش نروح ولي ظروف صحيه. شتو صوتي كان رايح كامل، الوغ ما حبيتش ندير هكا قدي فيديو صوتي ما كاش. دوكا الحمد لله عاودت بريت شويه. وكنت ما نسيتكمش، كنت شاك فوا نحضر لكم دي غوسات هكا وراني مخليتهم في التليفون، كل مره هكا كل يومين ولا نطلع لكم فيديو وصفات جديده. اليوم ان شاء الله طليت عليكم بهاد الخبزات المحشيات ولا فطائر محشيه بزاف ساهلين وبزاف خفاف، سورتو يوالمو رمضان. وراح ديروهم في وقفه بدون بيض، بدون يعني بدون مواد مكلفه كما عودتكم دائما، وسهلين. وان شاء الله يا ربي تعجبكم النتيجه. وشوفوهم شحال يجوا خفاف خفاف خفاف، يهبلوا. دوك نفتحوا وحده كيف كيف ويجوا داخلين مشمخين مشمخين، والحشو تاعهم رائع. نتمنى ان شاء الله يا ربي تتبعوا لا فيديو للاخر وتكملوها وتخلوا لي ارائكم لتحت. ما تنساوش تخلوا لي جيم وكومونتير شباب كيما نتوما. يعاود يدير لي حفزوني دبروا راسكم، خلوا لي حاجه حلوه باش نولي نحط دائما وما نزيدش نغيب هنا في. ونرحب بكل مشترك ولا مشتركه جديده، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله يعجبكم لي غوسات وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. نقولكم مطبخ شيء ما لديكم لا خوف عليكم، راح نشبعكم بلي غوسات. سمحوا لي اليوم كترت الهضره، راني متوحشتكم كراف ونحبكم بزاف. شوفوا هنا من الداخل كيفاش تجي متخشخه تهبل وبزاف خفيفه. تخيلوها هكذا مع الشوربه في رمضان. اكيد راح تبهروا عائلتكم. قبل ما نبداو نصلوا كامل على النبي عليه الصلاه والسلام، ونحبكم بزاف وندوزو نشوفوا لا غوسات تاعنا كيف كيف. بسم الله. في إناء حطيت كاس معمر مليح تاع ماء دافي، نزيدو عليه ملعقه كبيره ونص تاع خميره تاع الخبز. كي نكونوا في الصيف نديرو مغرفه وحده، كي رانا دوكا في الشتا باش تخمر لنا بالخف نديرو مغرفه ونص. ونزيدو زوج مغارف كبار تاع السكر، هما اللي راح يعطونا هذاك اللون الضوغي الشباب في العجينه تاعنا، باسكو ما راناش راح نستعملو لا بيض لا والو. ونزيدو عليها عفوا نخلوها تتفاعل حوالي 10 دقائق حتى يتغونفلا لي هذاك الخميره، تطلع لي شويه ويصرالنا هذاك التفاعل. هاد العمليه راح تسرع عنا عمليه التخمير. ومن بعد دوك نوريكم كيفاش يولي الشكل تاعها بعد مرور 5 دقائق ولا 10 دقائق هكذاك. غطوها وخلوها هكا تحصلت عليها. نزيد عليها الفارينه تدريجيا، ونزيد عليها نص باكي تاع خميره تاع الحلوى. هذيك الخميره راح تخليها لنا تجينا هشه، هذيك لاباط تاعنا تجينا هشوشه هكذا تجي هايله. نزيدو نص باكي برك هذا ما كان. ونزيدو مغرفه كبيره تاع لحظه. الا حبيتو تستغناو على اللحظه ديروا في الاول كاس حليب دافي ماشي لحظه، ونخلطوا هكا الكل حتى تحصلوا على عجينه طريه نوعا ما. هاد العجينه انا حبيت ندلكها شويه باش تجي ما باليش انا العجينه كي تدلك تجي عندها قوم مختلف، تجي عندها قوام مختلف. الو خلوها المشمخه نوعا ما ماشي بزاف. ودوك تشوفوا كيفاش درت لها ندلكوها كيف كيف حوالي 5 دقائق هكاك ولا 3 دقائق با بلوس. ما تزيدوا ما تدلكوهاش بزاف. الفارينه ما تسحقش تدلك هاكا، عطولها الحس شويه برك، شويه حتى تولي ما تلصقش في يديكم. تقدروا ديروا هكا رشه تاع الفارينه. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه بهذا الشكل. ونحطوها تخمر حتى لو طون اللي توجدوا هذاك الحشو تاعكم وتشوفوها بلي ضعفت لكم في الحجم. هذا ما كان الحشو. ننصحكم ديروا كيما انا خيرت لكم حشو بزاف سهل وبزاف بنين. هنا حطيت حبه تاع بصل تكون كبيره نوعا ما، قطعتها هكا شرائح. درت في مقله شويه زيت شويه زبده، ونخلي هذاك البصل تاعنا حتى يتكرمل لي بيان حتى يدبل لي مليح. نضيف عليها انا هنا درت نص صدر تاع دجاج ولا 4 صدر تاع الدجاج. هذا ما كان. خلوه يتقلى لكم مليح. تاني ضيفوا الورقه تاع الرند ضروري تعطي لكم واحد الكو سبيسيال بزاف بنين. نضيفوا لي زيبيس كيما حبيتوا نتوما واش موالفين. انا ضفت الملح فلفل الكحل الكوري وشويه تاع كري. هذا ما كان. ونخلي الكل يتقلى ليه مليح. بعد ما تتقلى نضيف عليها حبه تاع طوماطيش مسكرفجه هكذا. ونزيد هنا شوفوا ميم طون راهي صوص وميم طون راهو فيها الدجاج، فهمتوا؟ تجي شغل مشمخه ما تجيش ناشفه هاد لاصوص. باش درنا لها الطوماطيش ونخلوها بجي حتى طيب لنا مليح وتتعقد لنا شويه بلا ما نمرقوا بلا والو. هنا بعد ما تغونفلات لي هذيك العجينه ولا تنفخت لي مليح يعني خمرت بيان، نجيو نديغازيو لاباط تاعنا كيف كيف ونقسمها. شوفوا خديت وحده راح نديرها فطيره كبيره والاخرين درت طاحوا لي 5 فطائر صغار.
فهمتوني؟ شوفوا هكذا، يعني خليت وحده شويه كبيره والاخرين نقسمهم كامل نديرهم فطائر صغار، حوالي 5 فطائر وماشي صغار يجوكم كبار. يعني ملاح برك هذه راح تكون كبيره بزاف هكا باش تحطوها هكا في وسط الطابله، ولا يكونوا عندكم ضياف، ولا راح تشبح لكم المائده تاعكم تجي بزاف هايله. نفتحوها رقيقه 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 بزاف. هاد العجينه تاني مليحه كي ما حش تخمر بزاف، دوك نشكلوها وديريكتومون نحطوها في الفرن، نحلوها رقيقه رقيقه قلت لكم قد ما تقدروا باش ما تجيكمش كامل معجنه، تجي غير رقيقه. هذا ما كان وراح تجيكم لداخل فارغه بزاف هايله. بعد ما حليناها مليح نضيفوا هذاك الحشو تاعنا، وهنا تحبوا الحاجه تجيكم متشخشخه ومشمخه الله الله بالطبع باينه، كتروا لها الفرامج. راح نقول لكم واش استعملت النوع تاع الفرماج اللي استعملته هنايا، استعملت نابولي وكانت عندي الموتزاريلا. يعني الموتزاريلا شوفوا انا نشري هذيك تاع 45,000، نحي منها واش نقدر نستعمل في الاول، كي تبقى لي نخليها في الكونجيلاتور، كي ندير هادو صوالح نقعد نجبد هكا شويه نحطو لداخل ولا نحطو من الفوق باش تجيني هكاك الحاله باش تتعلق لي. هذا ما كان نعملو جو. وزدت هذا الفرماج تاع الساندويشات هو اللي حيخليها تجي معسله. قلت لكم ونزيد شويه تاع لا موتزاريلا، وهذاك الفرماج نابولي، فرماج نابولي معروف يعني هايل ويدوب. برك شنو كي ديروه فوق لي كغاطا ما يتحمرش مليح هكا، يجي داخل لي ساندويتش، يجي فوق البيتزا، يجي باسكو ما حش يحمر لكم الحاجه تاعكم. وان شاء الله ينقصوا الاسعار يا ربي، ونولوا نشرو شيدار وغودا وغرياخ كيما كنا في الاول. هنا نغلقوها بهذا الشكل، سهله سهله هذه، يعني ما كاش اللي محش يقدر يديرها ولا اللي محش يعرف يديرها. بهذا الشكل حوالي ديروها شغل هكا قارب، ولا كيما يعني الصوره راهي تعبر لكم. نضغطوا عليها مليح مليح مليح، وهنا نكونوا موجدين من جهه سنيوه بابي كويسون، راح تقلبوها بكل سهوله. يعني دوك نرفدوها نقلبوها، يعني هذا راح يكون ظهر العجينه. ان شاء الله تكون مفهومه. قلت لكم هاد لاباط ولا هاد الفطائر راح ندارو في وقفه بزاف بزاف ساهلين. هنا نرفدها نقلبها ونحطها فوق صنيوه بهذا الشكل. هنا باش دهنتها من الفوق اي صوص عندكم في الدار، يعني صوص الجيريان، صوص ميزون، اي صوص دهنوها من الفوق، يعني باش نقتصدوا شويه ويجينا واحد اللون بزاف شباب. انا هنا كانت عندي صوص باربيكيو درتها من الفوق، واللي ما حبش يدير لي صوص هادو يدير لاصوص طوماط عادي. هذيك لاصوص اللي درتوها ديروها من الفوق شويه، ولا ديروا البيض صفار بيضه وديروها من الفوق. هذا ما كان نفتحوها كيف كيف بالموز هكذا باش يجينا شكل شباب ويخرج لنا هذاك الحشو ويعطينا هذاك التبقبيق. الله الله. ولا غير توحشت تكوني توحشت ندير معكم دي غوسيت هكذا ان شاء الله يا ربي. ما نزيدش نغيب، ادعوا لي بالتوفيق، لازم نرقي واقيلا باش نولي ما نغيبش بزاف، باسكو علاه نوجدو كامل ومن بعد يجوني ظروف هكذا سبحان الله. وشوفوا اصحاب القنوات اللي يسمعوني حيوافقوني الراي، كي تولي ما ديريش المونتاج، كي ديري لي فيديو تخليهم يتراكموا ما ديريش المونتاج تاعي يتفش لي، تولي ما تقدريش تكملي، ما تقدريش تزيدي ديري فيديو واحد اخر، شغل يجيك كامل. باليش انا كي تخليهم يتراكموا ما تقدريش ديري المونتاج. ربي يعاوننا ان شاء الله ويكون في العون. هنا ضفت شويه فرماج من الفوق، تدري لكم على الصوت اللي راكم تسمعوه، راكم تعرفوا دراري وحالتهم. كي نجي ندير فيديو هذاك وين تنفح لهم يبداو يعيطوا ويديروا وين هربت انا معاوده هذا الفيديو واحد 3 فوا ولا 4 فوا، وين هربت يلحقوني عذرا. قلت لكم درت الفرماج هكا من الفوق، وندير هذوك الفتحات وندخلوها الفرن على اعلى درجه، شاعل من الفوق ومن التحت، ولا مقدر واللي عندكم يشعل غير من التحت شعلوا، كي تشوفوها حمارت من التحت شعلوا لها من الفوق. هنا كلام صادف تحبوا ضيفوا زيتون كحل حبوا، انا كانوا عندي لي طوماط سوريز درتهم من الفوق وندخلوها للفرن، وهذا هو شكلها. هنا انا خليتها حمارت لي ولات بيان دوغي ماهيش محروقه بصح بيان دوغي بزاف بزاف، شكلها عجبني انا حبيتها هكذا. يعني درت لكم زوج، يعني باش نرضي كامل الناس درت لكم زوج شكلين، هذه اللي حمرتها بيان والاخرى ما حمرتهاش مليح. وهذه هي شوفوا شحال راح تجي خفيفه ما شاء الله. شوفوها من داخل كيفاش تجي مسختخه بهذاك الفرامل، تجي تهبل. انا قعدت نيماجيني فيها غير في رمضان هكذا راح نديروها ان شاء الله. ربي يدخلوا علينا بالصحه، ولهنا راح تعجبنا بزاف بزاف باذن الله.
جربوها برك ورجعوا لي الخبر، حطوا لي لتحت دي كومونتير، قولوا لي بلي رانا جربناها باش الناس تاني يدو فكره. شوفوها من الداخل ما شاء الله، هنا كانت سخونه مقدرتش نرفدها، راني بليغو مقدرتش. شوفوا الله يبارك، تشهيت هي انا دوك راني نشوف فيها وتشهيتها، شهيتكم في الجنه ان شاء الله يا ربي. وراح تجي خفيفه خفيفه خفيفه، ما تقولوش كي راهي دقيقه راح تجي يابسه. شوفوا شحال خفيفه هايله، باسكو فيها الخميره تاع الخبز والخميره تاع الحلوى، يعني اكيد راح تجي طريه. زيدوا شوفوا المرسو الثاني، شوفوا الله يبارك جات كبيره. منسار جاو متحوفين عجبوني بزاف كيما شفتوهم في اول الفيديو. ولي الحق لهنا حتى لهنا الفيديو راهو يشوف، نقول لك نحبك بزاف وربي يرزقك كل خير ان شاء الله يا ربي. وشكرا شكرا على حسن الاستماع وحسن المشاهده. كيفني معكم يعني. شوفوا لغتي العربيه صعبه شويه. شوفوا هنايا ما شاء الله. انا نخليكم مع هاد لي فيديو باش نزيد نقنعكم اكثر ونزيد نشهيكم اكثر. كي تكون هكا حاجه تعجبني قراف نحب بزاف نكثر، نحب نصورها بزاف باش نلحق لكم هذيك الفكره. ودوك نزيدو نشوفوا هذوك الصغار كيف وشوفوا الصغار هادو شحال يجوا متحوفين، يعني هكا كل واحد يدي الوحده تاعو راح تشبعوا باذن الله في بلاصه الخبز في بلاصه البوراك. نتمنى ان شاء الله يا ربي هاد لا فيديو تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. ما تبخلوش عليا بكلامكم الحلو، اي حاجه اي تعليق اي عفسه محفزه خلوها لي حتى نتقبل كل انتقاداتكم البناءه، على بالي تحبوني وتحبوا لي الخير وتحبوا لي نتحسن. وسمحوا لي على اي غلطه ولا اي صوت سمعتوه ماشي مليح. وان شاء الله ان شاء الله يا ربي ما نزيدش نطول الغيبه هكا بزاف. نحبكم بزاف. دمتم في رعايه الله وحفظه. باي.